بالضبط من وجهة نظر الكتاب؟ هل معناها إن حياتنا تبقى مثالية وخالية من أي مشاكل أو تحديات؟ الإجابة اللي الكتاب بيقدمها، ويمكن تكون مفاجأة لبعض الناس، هي لأ. السكينة مش غياب للمشاكل، لكنها حالة داخلية عميقة بنوصلها ونحافظ عليها بالرغم من وجود المشاكل دي. حالة من التوازن الداخلي، القبول العميق لنفسنا وللواقع بحلو ومره، التصالح مع فكرة إن الحياة كده فيها طلوع ونزول. ومن ضمن الأفكار المهمة قوي عشان نوصل للحالة دي هي فكرة التخلي عن وهم السيطرة، التخلي عن محاولة التحكم في كل حاجة وكل حد حوالينا، لأن السعي المستمر للسيطرة ده هو نفسه مصدر قلق وتوتر ملوش نهاية. السؤال بقى، كل الأفكار دي بتتركب مع بعض إزاي عشان توصلنا للسكينة دي؟ هو الكتاب بيربط كل الخيوط دي ببعضها بشكل متكامل جدا. بيوضح إن كل خطوة من اللي اتكلمنا فيهم دول، يعني فهمنا لنفسنا وقبولنا ليها من غير شروط،